بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة كيكة البرتقال. الطريقة بتاعتها سهلة واقتصادية جدا، والبرتقال مالي السوق اليومين دول، هشة ومرتفعة زي ما انت شايفة كده، وفي منتهى الجمال. والله طعمها حلو جدا جدا مع الشاي الصبح بقى، او حتى اخر النهار، او حتى والولاد بيذاكروا، يعني معاكي في اي وقت. هنا انا حاطه في بوله 3 كوبايات الا ربع من الدقيق، حطيت عليهم معلقتين كده من بشر البرتقال مليانين، وكوبايه من عصير البرتقال، حطيت عليها كوبايه ونص من السكر. وبصي بقى انا بحب اعمل ايه، بحب جدا ان انا افصل الصفار عن البياض، يعني مهما عملتها باي طريقه تاني الطريقه دي بالنسبه لي مريحه جدا. بفصل ال4 بيضات الصفار عن البياض بتاعهم في الخلاط، بحط الصفار، وفي بولة على جنب بقى بحط البياض، واحط عليه كيس من الفانيليا وذرة ملح، وبضرب الخليط اللي هو السكر وصفار البيض وكوباية عصير البرتقال، بسيبهم في الخلاط يتضربوا، وعلى جنب هضرب المارينج بتاع بياض البيض. انا كده برتاح، ما بقلقش خالص ان الكيك تهبط مني، لان المارينج اللي احنا عملناه ده هو ده سبب الهيشان والارتفاع بتاع الكيك. مش عايزة الكيكة بتاعتك تشقق ولا تتفتح من النص ولا اي حاجة من اللي بتشوفيها ديت، ما تحطيش عليها خالص ولا خل ولا بيكنج صودا خالص، لان هم دول اللي بيخلوها تشقق. هنا بقى هبدأ ان انا الخليط اللي انا حطيته في الخلاط بعد ما ضفت عليه نص كوباية من الزيت، انا حطاها في كوباية صغيرة، لكن لو الكوبايه العاديه اللي انا بعاير بيها كل المقادير هي كانت نص كوبايه من الزيت. بقلب بقى بعد ما بضربها كويس في الخلاط، وبضيفهم كده على المكونات الجافه بتاعتي اللي انا حطيت عليهم باكو من البيكنج باودر، وطبعا الدقيق كنت نخلاه كويس. بقلب بقى بعد ما بحط المارينج بتاعي من تحت لفوق بالراحه جدا، وفي صينيه متبطنه هبدا ان انا افضي الخليط بتاعي ده، وفي الفرن اللي متسخنه مسبقا على 180 نص ساعة، وبعد كده افتح عليها اختبرها. هي بتاخد حوالي 45 دقيقة. بصي في منتهى الجمال والله، اعمليها في الشتاء ده، بنحب دايما ناكل حاجات كده جنب الشاي حتى لو ما بين الوجبات، حلوة جدا. زي ما انت شايفة كده الكيك بتاعي هتلاقيها بسم الله ما شاء الله هشة ومرتفعة، وزي ما قلنا ده بسبب المارينج اللي احنا ضربناه على جنب. لما بحط الخليط التاني بيساعدني ان انا ادوب اي دقيق موجود براحتي خالص، لاني بعجنه كويس جدا بالخليط اللي احنا عملناه السائل. لكن لما بنحط المارينج بنقلب بالراحة من تحت لفوق، بتبقى مليانة هوا وما فيهاش اي نسبة دقيق زي ما انت شايفة كده، جميلة. وبس خلاص، دي الوصفة بتاعتي النهاردة. لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، بإذن الله يوصل لك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.